السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كينج كونج لكوكب القردة وغيرها من الأعمال السينمائية والروائية، دايما ما كانت الغوريلا مادة شيقة للروائيين وصناع السينما. واحد من أقوى الحيوانات على وجه الأرض، وعلى عكس الشائع وسط الناس، فهو صاحب اللقب الحقيقي لملك الغابة، وهو لقب عن جدارة بالفعل، ومش علشان تفوقه على غيره من الحيوانات ولا حاجة، لكن للطريقة اللي بيحكم بيها مجموعته وبيفرض هيمنته عليها. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تعتبر الغوريلا أكبر الرئيسيات وأكبر أفراد عائلة القردة العليا على الإطلاق، وهي العائلة اللي بتضم حيوانات زي الشمبانزي والبونوبو وإنسان الغاب. وعلى مستوى الحمض النووي، تعتبر الغوريلا هي تاني أقرب الحيوانات للبشر بعد الشمبانزي والبونوبو. الغوريلا بتشارك الإنسان في الحمض النووي بنسبة 98.4%، وباستثناء القارة الإفريقية وغاباتها الاستوائية وشبه الاستوائية، مفيش مكان على وجه الأرض بتعيش فيه الغوريلا في البرية. وبتنقسم الغوريلا لنوعين رئيسيين: الغوريلا الشرقية والغوريلا الغربية. كل نوع فيهم له مجموعتين، مجموعة بتعيش في الأراضي المنخفضة ومجموعة بتعيش في الأراضي المرتفعة. والحقيقة مفيش فروقات كبيرة بين أنواع الغوريلات، باستثناء إن المجموعات اللي بتعيش في الأراضي المرتفعة لونها الأسود بيبقى أغمق وشعرها أطول ووزنها أتقل شوية، في الوقت اللي بتكون فيه مجموعة الأراضي المنخفضة من الغوريلا الغربية لونها رمادي مع مسحة من اللون الأحمر أعلى رأسها. وفي العموم بيتراوح وزن الغوريلا من 70 كيلو جرام ل 220 كيلو جرام، وطولها بيتراوح من متر و20 سنتي لمتر و80 سنتي. وبتيجي مجموعة غوريلا الجبال الشرقية في المرتبة الأولى على مستوى الوزن والطول، وفي كل الأنواع بتتفوق الذكور على الإناث من ناحية الحجم. أما بقى عن حياتهم، فلعل أكتر حاجة بتميزها هي البنية الاجتماعية المتطورة للمجموعة واستقرارها، ومدى الترابط ما بين أفرادها واستيعاب كل واحد فيهم لمكانته وسط المجموعة، بالإضافة إلى هيمنة فرد واحد بس باعتباره الحاكم النهي على المجموعة وكل أفرادها. بتعيش الغوريلات في مجموعات عائلية بيتراوح عدد أفرادها في المعتاد من 6 ل 10 أفراد، بتبقى مكونة من ذكر مهيمن وأطفاله ومجموعة من الإناث، غالبا ما بيكونوا كلهم زوجاته. ولما تسمع كلمة سيلفر باك أو فضية الظهر وانت بتتفرج على أي حاجة متعلقة بالغوريلا، اعرف إن الإشارة على طول لذكر الغوريلا البالغ اللي عادة بيكون المهيمن على المجموعة، والاسم جاي من شعره الرمادي اللي بيظهر في ظهره من تحت لما بيتقدم في العمر. ولعل هو ده السبب اللي بيخلي الغوريلا بتتسمى بملك الغابة، فبخلاف حجمه الكبير وشكله المهيب، فطريقة إدارته للأمور داخل المجموعة بتخليه فعلا أشبه بملك قوي وحكيم في نفس الوقت. بترتكز مهمة السيلفر باك على حماية أفراد مجموعته، وتحديدا الأنشطة اللي بيقوم بيها ومواعيدها على مدار اليوم، إمتى وقت الترحال، إمتى وقت الأكل، إمتى وقت القيلولة والنوم، وهكذا. وهو كمان اللي بيقرر لو في أفراد جديدة هيتم قبولهم في المجموعة ولا لأ، لأن من الممكن إن أي ذكر أو أنثى يخرجوا من مجموعتهم ويحاولوا الانضمام لمجموعة جديدة بحثا عن شريك، وساعتها القرار بيبقى في إيد السيلفر باك لوحده، إما إنه يقبل وإما إنه يرفض، علما إن معظم الإناث الجدد بيستهدفوا السيلفر باك المهيمن على المجموعة كشريك ليهم. وكمان من مهامه أو سلطته وضع حدود لمنطقة المجموعة، وهي المنطقة اللي بتتراوح مساحتها من 5 كيلومتر مربع ل 30 كيلومتر مربع حسب عدد الأفراد في المجموعة ووفرة الطعام في المنطقة. والمساحة دي مش بالضرورة تبقى خاصة بمجموعة واحدة، لكن المجموعات بتتبادل المناطق مع بعضها، وهنا ممكن تحصل مواجهة، خصوصا لو ذكر بالغ من مجموعة دخل على مجموعة تانية. وعدد الأفراد ورئاستها مش بالضرورة تكون ثابتة، بمعنى إن من الممكن المجموعة تبقى أكبر من 10 أفراد ويوصل عددها ل 30 أو 50 فرد، ووقتها بيكون في أكثر من سيلفر باك قائمين على القيادة، وغالبا ما بيكونوا إخوة أو أب وأبنائه، لكن برضه في النهاية تلاقي واحد فيهم تحديدا سلطته أعلى من الباقي. وسيلفر باك الناجح بيقدر إنه يحافظ على قيادة المجموعة بتاعته لعدد من السنوات، ممكن توصل ل6 سنوات أو أكثر. وأحيانا لو أحد الذكور المجموعة أحس إن الذكر المهيمن بقى ضعيف أو حجمه صغر أو حركاته بقت أبطأ أو بقى عنده رعونة في القرارات، ممكن يتحداه ويخلص عليه وياخد مكانه، وغالبا ساعتها بيخلص على عياله كمان أو على أي أيتام أخدهم الذكر المهيمن تحت جناحه. وده بياخدنا للجانب الآخر من حياة السيلفر باك. على الرغم من حزمه وأحيانا قسوته على كل أفراد المجموعة، إلا أن السيلفر باك بيبقى مختلف تماما مع الأطفال، اللي ممكن يسيبهم يلعبوا حواليه أو حتى معاه، وتلاقيهم عمالين يضربوا فيه ويضايقوه زيهم زي أي أطفال بتتشاقى، ومع ذلك ما يضرهمش. ومن الحاجات اللطيفة في حياة الغوريلا إن السيلفر باك ممكن يحتضن أطفال يتامى ويضمهم للمجموعة، وفي الوقت اللي ممكن يعيش بعض الأفراد داخل المجموعة بكل أريحية،
السيلفر باك طول الوقت بيكون متيقظ ومنتبه علشان يحافظ على أسرته، وغالبا ما بيقدم المجموعة أثناء الترحال علشان يتأكد إن الطريق ما فيهوش أي خطر. وأحيانا أوقات الراعي بعد الأكل يفضل يقوم يبص حوالين المنطقة ويتأكد إن المجموعة في أمان. وعلى الرغم من إنهم متسلقين جامدين إلا إن أغلبية وقتهم بيقضوه على الأرض، وخصوصا الكبار منهم. إنما الأطفال بقى تلاقيهم على الأشجار بصورة أكبر، ما بين لعب أو حتى نوم. والتواصل ما بين الغوريلات سواء داخل المجموعة أو خارجها بيعتمد على مجموعة من الأصوات أو على اللمس. فلو فرد غوريلا جديد مد إيده لقرب بالمجموعة فهي دعوة في حد ذاتها للتعارف. ومن علامات احترام السيلفر باك هي عدم النظر في عينيه، اللي ممكن يتم اعتبارها أحيانا علامة للتحدي. ومن علامات الاهتمام عندهم إنك تلاقيهم قاعدين بينظفوا شعر بعض من أي حشرات. وفي حين إن الضرب بالإيد على الصدر علامة لاستعراض القوة عند الكبار، فهي علامة للرغبة في اللعب عند الصغار. بتمتد الغوريلا بدراعات قوية وضخمة أطول من رجليها بحوالي 15%، والتصميم ده بيسمح لهم إنهم يتحركوا على أطرافهم الأربعة من غير ما يبقى جسمهم منحني ولا حاجة. وزي ما كل واحد فينا ليه بصمة أصابع فريدة، الغوريلا عندها بصمة فريدة لكن مش في الأصابع. بتمتلك الغوريلا بصمة أنف بتميزها عن باقي الغوريلات التانية. وبيقدر الباحثين قوة الغوريلا ب6 أضعاف القوة البشرية، ناهيك عن أنهم بيمتلكوا قوة عضة ما بين الأقوى في عالم الحيوان على الإطلاق. بتقدر قوة عضة الغوريلا ب 5780 نيوتن، يعني أقوى من الأسد والنمر والدب. والعجيب بقى إنه بالرغم من كل المميزات دي اللي تخليها واحدة من أقوى الحيوانات على وجه الأرض، إلا إنها أبعد ما تكون عن حيوان مفترس. الحمية الغذائية عند الغوريلا معتمدة بشكل أساسي على النباتات والفواكه. بيتنوع غذاء الغوريلا ما بين براعم وجذور وأوراق شجر وفاكهة ولحاء أشجار وسيقان أشجار البامبو. والعلماء بيشوفوا إن قوة عضه الهدف الأساسي منها هي مساعدتهم على مضغ النوعية دي من الطعام. وبجانب النباتات والفواكه ممكن يأكلوا كمان حشرات. وممكن يستغرق من 6 ساعات لساعة في اليوم في الأكل بس. والذكر البالغ بياكل يوميا ما يعادل 18 كيلو جرام من الأكل. ومن النادر إنك تشوف غوريلا وهي بتشرب، لأنهم بيكتفوا بالسوائل اللي بيحصلوا عليها من الغذاء. وبتعتبر فترة الراحة أو القيلولة بالنسبة لهم من الأمور المقدسة بعد الأكل. وقتها تلاقيهم رايحين على الأرض أو نايمين والأطفال مقضيها اللعبة حواليهم. والفترة دي بتساعد على توطيد العلاقات ما بينهم. فالباحثين لاحظوا إن الغوريلات بتختار رفقائها المقربين من داخل المجموعة الواحدة ويقعدوا بالقرب من بعضهم. وبالرغم من هدوء الأفراد داخل المجموعة الواحدة، إلا إن مغازلة الذكر للأنثى أبعد ما تكون عن الهدوء. المغازلة في نظر الذكر الغوريلا هي استعراض للقوة، فتلاقي الذكر عمال يتنطط ويكسر في الأشجار حواليه ويخبط على الأرض كأنه داخل حلبة مصارعة. ومفيش وقت محدد للتزاوج أو ما يعرف بموسم التزاوج. وبتستمر الأنثى في حملها من 8 شهور ونص ل9 شهور، وبتضع بعدها صغير واحد في العادة. وبيفضل الصغير ده على ظهر أمه كشكل من أشكال الحماية والمواصلات في نفس الوقت لحد ما يوصل عمره ل3 سنين. وبيوصل صغار الغوريلا لمرحلة البلوغ الجنسي في الفترة ما بين 7 سنوات ل10 سنوات، لكن وقتها ما بيظهرش عندهم الشعر الرمادي اللي بيميز السيلفر باك. وقتها بيطلق على الفرد منهم اسم أسود الظهر أو البلاك باك. ويبدأ الشعر الرمادي يظهر على الظهر في عمر يتراوح من 12 سنة ل 15 سنة. وفي المرحلة دي ممكن يسيبوا مجموعاتهم ويخرجوا يدوروا على شريكة ليهم بهدف إنشاء مجموعة جديدة. وأحيانا بيضطر الذكر إنه يدخل في مجموعة ويخطف أنثى منها حتى لو كان رئيس المجموعة رافض وجوده. لكن على الجانب الآخر بعضهم بيفضل في مجموعته ويشوف أنثى مناسبة جواها وياخد مكان أبوه بعد كده لما يتقدم مع العمر أو يموت. أما بقى عن عمرها فبيوصل في البرية ل50 سنة، لكن منتصف ال35 هو الأكثر شيوعا ما بينهم. وعانت الغوريلا بكل أنواعها من التدريم البشري لمنطقتها التضييعية وعدم الاستقرار في معظم البلدان اللي كانوا بينتشروا في أراضيها. فبجانب تدمير موطنهم بيتم اصطياد الغوريلا سواء ببيعها لحدائق الحيوان أو بهدف دراستها أو حتى الأكل لحمها. ومن أكتر الحاجات اللي بتعرض حياتهم للخطر هو إنهم ممكن يصابوا بالأمراض من البشر. دور برد صغير ممكن يقضي عليهم تماما، وهي العوامل المجتمعة اللي خلتهم معرضين للانقراض، وخصوصا غوريلات الجبال الشرقية. لكن بفضل الله ثم مجهود المنظمات الدولية ارتفعت أعداد النوعية دي من الغوريلات في السنين الأخيرة من أقل من 500 فرد ل 1100 فرد تقريبا. وبالرغم من أن الرقم في الإجمالي مش كبير، إلا أن الباحثين شايفين أنه مؤشر على استعادة الغوريلات في العموم لعافيتها في البرية. وبتستمر الغوريلا في تقديمها لينا كمثال حي أن الحكم مش بالضرورة تكون سلطة ونفوذ، لكن مسؤولية ورعاية وحماية لأفراد المجموعة. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.